كان يا ما كان، في عصر التواصل وسهولة الاتصال، أصبح للعالم الافتراضي قوة تحسد عليها، لكنها أيضا تحمل جوانب مظلمة. في البداية، كانت قصة ياسين الطفل صاحب ال6 سنوات الذي يظهر بزي سبايدر مان، الطفل الذي كان مثالا للتألق، ولكن للأسف تعرض لتحرش من قبل أحد المسؤولين في مدرسته، مدرسة الكرمة للغات. وسائل التواصل الاجتماعي كانت السلاح الذي كشف الحقيقة وساهم في حصوله على حقوقه، وحكمت المحكمة على المتهم بعقوبة السجن مدى الحياة، وانتصر الطفل ياسين أو سبايدر مان. وقبل هذه الحادثة بأيام، ظهر شخص آخر وهو شريف نصار، الذي كان يتفرد بتقديم محتوى دينيا وثقافيا رفيع المستوى. كانت لديه القدرة الفريدة على التواصل بشكل راق بفضل إجادته للغة العربية الفصحى، ولكنه تعرض للتنمر والاستهزاء من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. طرق التنمر كانت مؤلمة، ولم يكن باستطاعته تحمل الضغط النفسي. سرعان ما بدأت حالته الصحية في التدهور، وتفاقمت الأمور وصولا إلى متلازمة القلب المنكسر. كان التنمر والإساءات التي تلقاها كافية لتجعل قلبه لا يقوى على الاستمرار، فتوفي شخصه وضاعت روحه المنكسرة. توفي شريف نصار صاحب المحتوى الهادف الراقي، لم يتحمل قلبه الحزن الشديد فانكسر قلبه المسكين، مات ضحية وسائل التواصل الاجتماعي، ومرض بعض المتابعين. قصة شريف نصار هي ليست مجرد حكاية عابرة، بل تحذير للجميع من مخاطر التنمر الإلكتروني وتأثيره على الصحة النفسية والجسدية للأفراد. يعكس واقعنا اليوم أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون أداة للفضح والحق، لكنها للأسف يمكن أن تتحول بسرعة إلى سلاح للتدمير النفسي. عالم وسائل التواصل الاجتماعي واسع، ويمكنه أن يكون له أثر عميق على حياتنا. يجب أن نكون واعين ومتيقظين لكيفية استخدامه، فهو سلاح ذو حدين يمكنه بناء أو تدمير. رحم الله شريف نصار، ولعل قصته تحمل لنا درسا في التفهم والرحمة، ولعلها تلفت الانتباه إلى ضرورة نشر الأخلاق والوعي في مجتمعنا الجديد هذا. أعده لكم مصطفى عمر.